ماكو ثقة شلون تصير انتخابات في العراق؟ تخيل يا أخونا المرشح يجي يوم الانتخابات ماكو صناديق، ماكو ناس، ماكو تصفيق، الكل ساكت لأن الكل تعب. الناس ملت من الصور، ملت من الشعارات، ملت من نفس الوجوه ونفس الحكي. انتخابات من غير ثقة مثل بلد من غير دستور، وانت إذا فقدت الثقة الناس بيك حتى لو فزت بالأصوات انت خاسر بالشرف قبل الكرسي. ترشيح مو مغامرة ولا دعاية، هو عقد أمانة بينك وبين الناس. المادة 49 للدستور العراقي تقول مجلس النواب يمثل الشعب كله، لا حزب ولا طائفة ولا منطقة. يعني من لحظة إعلان ترشحك أنت مو تمثل جماعتك فقط، تمثل الوطن كله. فلا توعد بيهم، لا تحكي عن مشاريع وأنت أصلا ما شايف ميزانية الدولة شقد. المواطن مو غشيم، يعرف منو يصدق ومنو يضحك عليه. قانون الانتخابات واضح مثل الشمس، ما يجوز استخدام المال العام ولا دوائر الدولة ولا حتى الشعارات الدينية للتحشيد. يعني إذا مرشح وزع بطانيات واخونا الثاني وزع كارتات تعبئة أو استغل سيارات الدولة فهو ما دا يخدم الناس، دا يشتري ضمائرهم، وهاي جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. بس العقوبة الحقيقية هي العار السياسي اللي يبقى يلاحقك حتى لو صرت نائب. بعد الفوز من تصير نائب واجبك ما يخلص، بالعكس يبدي من هناك. الحصانة مو درع تهرب بيه، هي حماية حتى تحكي بحرية وتشرع بعدل. الواسطات مو مساعدة للناس، هي سرطان للدولة. وانت مو مطلوب منك توزع خدمات، مطلوب منك تغير نظام الواسطة كله. النائب الحقيقي ما يغيب، ما يتهرب، ما ينسى منين طلع، يحضر الجلسات، يسمع الناس، يشرع قوانين تحميهم مو تسلب حقوقهم. الكرسي مو راحة، الكرسي ميزان عدل، واللي يثقل كفة مصالحة يكسر التوازن كله. المرشح إذا خان الأمانة، الخيانة الانتخابية ما تحتاج سلاح، تكفي كذبة وحدة حتى تقتل الثقة بوطن كامل. كل نائب خان خلى جرح جديد بظهر الناس، كل نائب شريف يعمر لبنة جديدة بالجسر بين المواطن والدولة. الناس ما تريد بطل خارق، تريد إنسان يخاف الله ويحكي صدق. الخاتمة أخواني، الانتخابات مو غنيمة، هي امتحان، وإذا فزت بالغش فأنت راسب بالشرف، وإذا خدمت بضمير فأنت فايز حتى لو ما جلست على الكرسي. الناس ما تنسى والتاريخ يكتب، ويكتب بس أسماء اللي خدموا بضمير، مو اللي باعوا الوطن بوعد كاذب. أخوكم المحامي حذيفة الشاعر.